صاحب جوزي دخل معايا قدامه وأثبت لي إنه أرجل منه وعلمه الرجولة. ده اللي حصل فعلا. هحكي لكم الحكاية من البداية وعلشان تفهموا الموضوع ماشي إزاي. البداية مش عندي، لكن عند ميرفت أمه. ميرفت كانت وهي صغيرة بتحب واحد وكانت هتموت عليه حرفيا. عملت كل حاجة علشان تعرف توصله، لكن للأسف لما اتعرض عليه قال هما تعليق واحد وكان مؤلم جدا: هي عريضة قوي من تحت. ميرفت ما بكتش قدام حد لما سمعت كده، بالعكس كتمت جواها كل مشاعرها والغضب اللي كانت حساه، وبقى كل همها حرفيا إزاي تخلي أجدعها راجل يبقى هيموت عليها ويشوفها مفيش بنت شبهها في الكوكب. وطبعا أكيد فهمتوا هي عملت إيه. مشيت بسياسة سهلة ومعروفة: كل ما تقلعي، كل ما تضحكي بصوت عالي، كل ما تتميسي، كل ما هتشدي الانتباه أكتر. هتكوني غريبة فطبيعي العين بتتشد لكل حاجة غريبة، وطبعا كل ما كانت بتلفت انتباه الناس كانت بتزيد فيها. وحقيقي ميرفت راحت في سكة صعبة قوي، انتوا أكيد فهمتوا. وطبعا وقعت تحت إيد شاب أغنى من اللي كان عاجبها مليون مرة، وكمان بتاع بنات، وعامل نفسه الولد الذي لا يقاوم، وعلاقاته بعدد شعر راسه. المهم إنه طبعا لقي ميرفت صيدة سهلة جدا، بهدلها حرفيا وخسرها كتير. حتى اللي انتوا عارفينه خسرته، سمعتها، وهو الإنسان مننا إيه غير سيرته، وهو خسرها لها. وسمعتها للأسف بقت على كل لسان، وطبعا بالوحش. وفي الآخر سابها وصارحها بالحقيقة إنه مستحيل يتجوزها، وإنها كانت للخروجات والفسح وكفاية عليها كده. وهي ما تكسرتش، بالعكس ما ضيعتش وقت. كان في مجموعة بيتمنوا ليها الرضا ترضى، اختارت أضعافهم شخصية وأغناهم. وده يبقى حماية أبو جوزي، أستاذ فضل جوز ميرفت، وأبو منصور جوزي أنا. ميرفت كانت متحكمة في كل حاجة، كانت بتزعق في فضل على كل كبيرة وصغيرة. من أول لحظة كانت شايفة إنه لازم يتسيطر عليه وما تدلوش أي فرصة حتى إنه يفكر، لأنها كانت مرعوبة تترفض. كان الراجل بيستأذنها مش احترام، لكن خوف منها، لأنها كانت صعبة جدا معاه، وحكمت عليه مش هيخلفه إلا مرة واحدة بس، وكانت بتحسبها عن طريق الدكتورة بتاعتها. وبعيد عن الأيام دي العلاقة بتكون مكافأة، ده لو حصلت أصلا. لحد ما جه منصور، وبعدها بقى ما بقاش فيه علاقة إلا لو هي راضية عنه قوي. وكانت عاملة كده علشان تخليه دايما عايز يرضيها، ويكون فضل خاتم تحت رحمتها وفي صباعها. أما منصور فده بقى كان بس يبص على حاجة في ثانية كانت تجيله، وكانت تقول دايما: أنا ابني يغلط بس ما يتعاقبش، ده ابن ميرفت محدش يقدر يعاقبه. وللأسف ده السياسة اللي اتربى عليها منصور. ومع إنه كان عنده كل حاجة وأي حاجة عايزها كانت بتيجي وبسهولة، لكن ما كانش بيتحضن خالص، ولا كان بيقضي وقت مع ميرفت اللي ما كانتش فاضياله أصلا. كانت مهتمة بس تجيب له أي حاجة علشان يسكت وبس. هو كان عايز بني آدمين مش أدوات ولعب. كبر شخص جبان، وعنده استعداد يرضي الناس بأي تمن بس يفضلوا معاه. لما قابلته عجبني فيه إنه حنين قوي، وكان رهيب بمعنى الكلمة، وبيعمل حاجات مش عادية أبدا يعني. كان عارف إني بحب الورد، وكنت لسه في الكلية، وكان عندي امتحان صعب جدا، وكنت متوترة قوي منه. وهو ما يعرفش أنا هروح الساعة كام، بس عارف الطريق اللي هروح منه. فضل من الساعة 6 الصبح لحد 8، لحد ما وصلت وهو واقف مستنيني علشان يديني وردة ويطمني قبل الامتحان. ومش بس كده، ده في مرة تاني كان أول انترفيو، وهو كان وقتها صديقي الأنتيم. طبعا بالليل لقيته جاي لي تحت البلكونة لما ما كنتش عارفة أنام من التوتر، وجاب لي شوكولاتة غالية جدا. وبعدين لقيته وأنا نازلة الصبح مستنيني في عربيته، وصلني وفضل متابع معايا، وما توفقتش في الانترفيو واترفضت. فهو يا حبيبي زي طفل صغير، اتعصب قوي وفضل يزعق، وكان عايز يطلع يقول لهم إني أنا حلوة وهو بيحبني وإني شاطرة جدا وهم خسروني. ده حاجات بسيطة من اللي عملها معايا، وده اللي خلاني أتجوزه.
بس اللي حصل بعد الجواز كان إني لقيت راجل ضعيف بجد قوي. هو عايز يعمل لي أي حاجة علشان أرضيه، حتى ولو الحاجة دي على حساب كرامته. وكان بيكون فرحان باللي بيقدمه ليا، وبيقدم كل حاجة بصدق قوي. هو ما عندوش مانع يحصل أي حاجة بجد علشان بس أكون مستمرة معاه. وللأسف حصلت مشاكل بينا بسبب ضعفه ده. أنا ما كنتش عارفة أحس إني مع راجل اتحامي فيه، واتخانقنا وكنا هنتطلق، بس حرفياً هو عمل المستحيل علشان أرجع. وهنا بدأت أفكر إزاي أساعده طيب. وكان في اقتراح من صديقة ليا إني أوديه لدكتور نفسي. وفعلاً راح أول سيشن، وتاني مرة قال لي مش رايح تاني. معرفش إيه اللي حصل بينهم، بس قرر إنه مش هيتعالج نفسي، وده أول مرة كان يبقى مصر بالشكل ده. على حاجة، كان في معايا صديقة صاحبتي بتدرس الكورسات الأونلاين دي بتاعة علم النفس، فحكيت معاها وكده. قالت لي بصي، انتي لازم توصلي جوزك لمرحلة اسمها القاع، ودي إنه يحس إنه عنده مشكلة كبيرة قوي، وساعتها مش هيكون قدامه حل غير العلاج. قلت لها أعمل إيه طيب؟ قالت لي عندي فكرة مجنونة بس على ضمانتي، دي هتجيبه قاع، مش هتخيب أبداً، ما تخافيش. بس انتي هترضي؟ قلت لها قوليلي إيه الفكرة؟ قالت لي تبدأي تقوليله في الوقت الخاص بينكم إنك عايزة تكوني مع صاحبه مش معاه هو، وتركزي على الموضوع ده، والحكاية دي هتوجعه قوي. أنا عملت كلام صاحبتي، واتخانقنا خناقة كبيرة شوية، بس انتهت إني هسيبه لأنه مريض. لقيته بيقولي أنا قابل تعملي كده بس ما تسيبنيش، هنعتبرها سوا غلطة وعدت، واعملي ده وأنا هعمل إني معرفش. أنا معرفش إزاي قلتله لأ هعمله وإنت واقف. قال لي بلاش. قلتله لأ، هو كده يتطلقني. المشكلة إنه قبل، وأنا كنت متفقة مع صاحبه إن دي تمثيلية، ومش أكتر من إني عايزة أعالجه، وإني مستشيرة لصاحبتي اللي بتاخد كورسات أونلاين علم نفس، وقالت لي إن ده صح قوي، وهي اللي رسمت الخطة، ولو بنحبه فلازم نحطه في الموقف ده، وإحنا مش هنعمل أي حاجة خالص. هو كان بيحبه جدا، فوافق. وجه اليوم وأنا بتصرف إنه فعلا هتحصل حاجة بيني وبين صاحبه، وهو قاعد. المشكلة إنه علشان يراضيني كان قاعد فعلا، وبيحاول يوضح إنه عادي ومش فارق معاه. وجه صاحبه وكنت لابسة روب قصير شوية، بس كنت مكسوفة جدا، وصاحبه كان مكسوف جدا. والكارثة إنه كان بيقول لنا استمتعوا وهو الدموع في عينيه، وبيقول لي انبسطي. أنا حاولت أمسك أعصابي ونكمل في المسرحية دي، على أساس إني كده بساعده يوصل للقاعدة. دخلنا الأوضة وقفلنا الباب، وأنا وصاحبه لوحدنا جوه. كنت ببص عليه من الكاميرا بتاعت مراقبة الصالة، قاعد لكن مش بيتحرك. ولقيت صاحب جوزي بيكلمني بهدوء، وبيطلب مني ألبس هدومي، وكفاية المسرحية الهزلية دي. أنا اتكسفت منه جدا، وفعلا لبست بنطلون، والراجل لافف وشه للحيطة علشان أبقى بحريتي. وخرجنا، ومنصور جري علينا بيقول إيه طلعتوا ليه؟ قلت له لأنه مرضيش، وما كنتش متخيلة رد الفعل. منصور بيضرب صاحبه علشان مرضيش معايا أنا مراته. أنا كنت مصدومة. حاولت أشرح له إن كل ده كان محاولة وتمثيلية علشان نساعده، بس الكارثة إنه فكر إني قلت الكلام ده علشان هو قاعد زعلان على الكنبة بره، وإني أكيد هعاقبه، وإني هسيبه لأني مش مرتاحة معاه. أنا ما قدرتش أفضل واقفة، نزلت على ركبي وفضلت أبكي، وأنا مش مستحملة منظر منصور جوزي كده بالحالة دي. ودعيت على صاحبتي اللي خلتني أتحط في الموقف القذر ده، وأجرح إنسان بالشكل ده. واتصلت بيها قلت لها اللي حصل. قالت لي ممتاز،
قلت لها أنت علموكي إنك تفقدي الرحمة؟ أنا مش قادرة أتخيل إني دست على وجعه بالشكل القذر أوي ده. قالت لي لأ خالص، أنت كده بتساعديه. شتمتها وقفلت السكة في وشها. ولما رجعت لقيت صاحب جوزي واخده في حضنه حرفياً، وقعد جنبه يفتكر معاه مواقف هو كان محبوب فيها، وإن الناس ما كانتش بتبقى معاه لكن علشان هو فعلاً يستاهل يتحب. وأنا نزلت على ركبي قدامه وقلت له إني بعشقه، وإني عايزاه، وإني ما أقدرش أعيش من غيره ولا أستحمل أصلاً إني أكون لراجل غيره أبداً، ولا حد يلمسني غيره. وقلت له إني كنت فاكرة إني بساعده، بس أنا غبية وحيوانة إني مشيت ورا واحدة مجنونة ماشية ورا جماعة عايز يبيعوا كورساتهم على حساب أي حد، وما عندهمش بجنيه احترام ولا مراعاة، لأن اللي بيدوهم سلاح العلم دول مش مؤهلين أساساً له، وممكن تكون نتائجه كارثية. وصاحبتي قالت لي جوزي عمره ما هيتعالج، وصاحبه أرجل منه مليون مرة. بس عارفين اللي حصل؟ صاحب جوزي ما استغلش الموقف، بالعكس هو فضل يمدح ليا في جوزي، وإنه هو مش شخص ضعيف، بالعكس هو إنسان قوي، وإنه لازم يبدأ يعيش حياته، وإنه يعيش ليه شوية، وإنه مش مانع خالص إنه يفكر في نفسه ويحب نفسه. وكان بيجي كل ليلة يقعد يحكي معاه، وفضل جنبه يخرجوا ويتعاملوا مع ناس، وعلم جوزي مبادئ كتيرة قوي كان جوزي مفتقدها في أبوه، لأنه ما كانش فاضي يعلمه. جوزي بقى مش معتمد على صاحبه، لكنه بقى واثق في نفسه كراجل، من ثقة صاحبه فيه ودعمي أنا وهو ليه. أنا كسبت راجلي وحبيبي منصور، والفرق بيني وبين أمه كبير قوي، والفرق بيني وصاحبتي وصاحب جوزي كبير قوي. أنا حكايتي خلصت، وعلى فكرة جوزي من أول يوم كان أرجل راجل شفته في حياتي، والمهارات اللي اكتسبها من وقفة صاحبه جنبه خلت حياتنا أحلى وبس، لكن ما خلتنيش أحب منصور لأني أساساً بموت فيه. لو عجبتكم القصة ياريت ما تنسوش اللايك وتكتبوا رأيكم في الكومنتات، وطبعاً الاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.